اهلا بكم درس جديد من دروس اونلاين. ان شاء الله هنشرح النهارده زمن الباست سمبل تنس او زمن الماضي البسيط. كنا شرحنا في الفيديو اللي فات زمن البريزنت سمبل تنس واتكلمنا كتير، وتقريبا هو فيديو طويل شويه لحد ما، ولكن عشان بس اتكلمنا كتير عن البيزكس اللي هنمشي عليها، فان شاء الله زمن الباست سمبل تنس هيبقى فيديو قصير وهو بسيط جدا جدا وابسط بكتير من البريزنت سمبل تنس. لو انت متابع وشفت الفيديو اللي فات، قلنا ان احنا عايزين نعرف من كل زمن 3 حاجات: تكوينه، دي اول حاجه. تاني حاجه بنستخدمه امتى او بيعبر عن ايه، او بنستخدمه لما نكون عايزين نقول ايه. والحاجه الاخيره اللي هو السؤال والنفي والتوكيد. بما ان الفيديو ده هيكون قصير او شرح الزمن بسيط، فعايز اخد 30 ثانيه بالظبط عشان اوضح حاجه بسيطه. دماغك بيحب الحاجات تكون منظمه جواه. يعني انت مثلا لو مسكت كتاب جرامر مثلا بيشرح ال9 أزمنة اللي احنا قلنا عليهم دول، عادي جدا كل زمن بس ايه دش كده، يعني مفيش اي تنظيم، وجيت ذاكرتهم كويس. بعد 3 ايام بالظبط انت مش فاكر اي حاجه، ومش فاكر الازمنه اللي عندك، ومش فاكر كل زمن بيعبر عن ايه او الكلام ده كله، ومش عارف اصلا تحصر الازمنه. فانت لما يعني دماغك عامل زي الارشيف، فانت لما تحط الحاجات جواه بتنظيم، لما تحب تستدعيها هتروح بسرعه وتلاقيها. اما لو بتحط كل حاجه كده على بعضها فانت مش هتركز، وان انت تتذكر حاجه زي دي هتبقى صعبه جدا. ففي البدايه خالص في الفيديو الاولاني حصرنا الازمنه اللي هو past present future، ولكل زمن 4 ازمنه، 4 صور اللي هي السيمبل continuous perfect perfect continuous، وبالتالي انت تقدر تستنتج ال 12 تنس. تمام. كل تنس ممكن اشرح لك بيعبر عن ايه والكلام ده كله وتكوين والكلام ده، بس من غير تنظيم، فبالتالي انت مش تستفاد حاجه. فعشان نلخص الموضوع وعشان نأرشف الحاجات ديت جوه دماغنا او جوه الذاكره بتاعتنا بتنظيم، فلكل زمن، كل زمن كده انت محتاج ايه؟ 3 حاجات: تكوينه بيعبر عن ايه، السؤال والنفي والتوكيد. تمام. فعلى بركه الله، الباست سمبل تنس اول حاجه تكوينه هو التصريف الثاني للفعل. سهل جدا. التصريف الثاني للفعل، الفعل عندنا ليه 3 تصريفات. 3 تصريفات: البيزك فورم او الانفينيتيف اللي هي الصوره الاساسيه للفيرب، التصريف الثاني اللي هي الباست سمبل، التصريف الثالث اللي هي الباست بارتيسيبل، وغالبا بتبقى باضافه دي او اي دي او اي اي دي. ايه قصه دي واي دي واي اي دي؟ ان شاء الله هنبقى نعمل لها فيديو مستقل، ولكن خلينا دلوقتي ان احنا نتفق ان في افعال regular وافعال irregular. irregular اللي هو الفيرب التصريف الثاني بنضيف له اي دي، والتصريف الثالث بنضيف له اي دي برضه. في irregular verbs ان ممكن تكون ال3 تصريفات زي بعض، او ممكن يكون كل تصريف ليه شكل معين، زي مثلا buy bought bought، حاجه زي دي. فخلينا ما نركزش في حته التصريفات ونركز على الزمن ذات نفسه، وبعدين ان شاء الله يبقى في فيديو خاص بالفيربس بس. تمام. تاني حاجه بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن احداث تمت وانتهت في زمن محدد في الماضي، اللي هي completed action in a specific time in the past. completed action، احداث تمت وانتهت في الماضي في زمن محدد. خد بالك يعني شدة تحت زمن محدد ديت خطين. السؤال والنفي بنستخدم did و not. did و not. تمام. هنفسرها ان شاء الله بعدين، بس نقول شوية امثلة على الزمن ده. I went to school yesterday. I went to school yesterday. went هو التصريف الثاني من go، يعني التصريفات بتاعت go went gone. تمام. go went gone. تمام. فالتصريف الثاني اللي هو went. I went to school yesterday. أنا رحت المدرسة امبارح. أنا ذهبت إلى المدرسة البارحة. هو ده معنى الجملة ديت. فأنا رحت المدرسة امبارح، خلاص رحت وجيت وانتهينا من الموضوع ده، فبنستخدم زمن past simple tense. She studied German in high school. She studied German in high school. هي درست ألماني في الثانوية. طب خلاص يعني درست وانتهت، عدت الثانويه وهي دلوقتي ممكن تكون في الكليه، ممكن تكون اتخرجت خالص، فده حدث تم وانتهى. They visited the pyramids last week. خد بالك التايم ماركر او الزمن السبيسيفيك تايم بيبقى الى حد ما موجود في معظم الجمل اللي بتعبر عن الباست سيمبل. يعني they visited the pyramids last week، هم زاروا الاهرامات الاسبوع اللي فات. I bought this camera last year. انا اشتريت الكاميرا ديت السنه اللي فاتت. اشتريتها وخلاص انتهينا، يعني اشتريت، يعني عمليه الشراء تمت وانتهت وخلاص.
وفي تايم ماركر اللي هو شيء بيعبر عن الزمن اللي هو last year. دول شويه امثله على زمن الباست سمبل تنس. يبقى احنا عرفنا تكوينه اللي هو التصريف الثاني للفعل باضافه دي او اي دي او اي اي دي، وبنستخدمه امتى؟ لما نعبر عن احداث تمت وانتهت في الماضي. طيب تالت حاجه بقى عايزين نعرف التوكيد والنفي والسؤال. اول حاجه التوكيد، الجمله الاولانيه اللي احنا نستخدم لها I went to school yesterday. I went to school yesterday. لو احنا عايزين نضيف توكيد للجمله ديت هنستخدم الاوكسيلري فيرب did، وديد هو التصريف الثاني من do. فاكر انت لو تفتكر من الفيديو اللي فات زي ما قلنا ان do فعل بلطجي، هو did برضو نفس الفعل البلطجي بس في التصريف الثاني اللي هو الباست سيمبل بقى did. تمام. ف I went to school yesterday. لو عايز أأكد وأقول أنا بالفعل ذهبت إلى المدرسة بنضيف did. I did go to school yesterday. إيه ده؟ احنا قلنا I went to school yesterday. إيه قصة I did go؟ المفروض I did went، صح؟ لا، زي ما قلت لك إن الفعل البلطجي ده بيصنفر الفيرب اللي وراه على طول، بيسرق منه كل حاجة، بيرجعه لصورته الأولية، يعني كما ولدته أمه. went الصورة الأساسية بتاعته go، يبقى I did go to school yesterday، يعني أنا بالفعل ذهبت للمدرسة. مثلا أبوك يقول لك أنت رحت المدرسة امبارح، تقول له I did go to school yesterday، أنا بالفعل ذهبت للمدرسة امبارح. ديت التوكيد. النفي بنضيف not. خد بالك not مش not، ما تضمش النون، ما تضمش الان، افتح الان not. تمام. I did not go to school yesterday، أنا ما روحتش المدرسة امبارح. نعمل contraction I didn't go to school yesterday، أنا لم أذهب إلى المدرسة البارحة. تمام. ديت بالنسبة للتوكيد والنفي. السؤال I went to school yesterday. لو عايز أسأل بقى حط التوكيد الأول عشان بس إيه نخلي ديت مرحلة قبل السؤال. لو هنحط التوكيد هنحط did لأن ده ماضي، يبقى I did go to school yesterday. حطينا التوكيد. عايزين نسأل هنحط did في الأول، يبقى did I go to school yesterday؟ هل أنا ذهبت للمدرسة امبارح؟ ممكن تكون العملية بتاخد معاك شوية وقت في الأول، لكن بمجرد ما تتقن الموضوع وتذاكره صح وتحفظه صح وتستخدمه كتير هيبقى عملية أوتوماتيكية مش محتاجة منك تفكير أصلا يعني. وحاول تخليها عادة عندك إنك لو عايز تعرف السؤال مثلا سواء كان في زمن البريزنت سيمبل أو الباست سيمبل، وكد الجملة أو ضيف توكيد للجملة. هي وكد ولا أكد؟ مش عارف. ضيف توكيد للجملة باستخدام do في زمن البريزنت سيمبل أو did في زمن الباست سيمبل، وبعد ما توكد أو بعد ما تأكد مش عارف إيه، وبعد ما تضيف توكيد خد الأوكسيلري فيرب أو الفعل المساعد اللي هو فيرب to do سواء كان do أو did وحطه في أول الجملة بمعنى هل. تمام. ده بصورة شاملة وباختصار برضو وببساطة زمن الباست سيمبل تنس. الملخص: زمن الباست سيمبل تنس تكوينه هو التصريف الثاني للفعل بإضافة دي اي دي اي اي دي. بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن احداث تمت في الماضي وانتهت في وقت محدد. خد بالك من وقت محدد لان بيبقى فيه تايم ماركرز في الجمل. مثال على كده: she visited New York last month. she visited New York last month. التصريف الثاني للفعل visited، التايم ماركر او الميعاد اللي هو last month. السؤال والنفي والتوكيد بإضافة الauxiliary verb did مع not في حالة النفي. تمام. يبقى ده ببساطة زمن الباست سيمبل تنس. احنا كده خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. بكرر كتير بس عشان الموضوع يثبت في دماغك. في نهاية الفيديو محتاج منك 3 حاجات. اول حاجة النوت بوك اللي قلنا عليه، اتفرج على الفيديو تاني، او لو كنت اوريدي بتتفرج على الفيديو ومعاك النوت بوك خد ملاحظات. تاني حاجة لو عجب الفيديو لايك سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجايه لو ما كنتش عامل سبسكرايب، ورايك في كومنت. وتالت حاجه وانك تدعو للاستاذ دسوق ابو المجد اللي هو السبب في ان انا دلوقتي واقف قدام الكاميرا ديت. هو في كرب عظيم زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، فاتمنى انك تدعو له بقلب صادق. وسلام عليكم.